لو جربتوا الرز البسمتي بطريقتي مش هتبطلوا تعملوه، ومن كتر ما هو طعمه حلو هتعملوه طول رمضان وفي العزايم كمان. رز بسمتي عادي بس حطيت فيه لمسات الخاصه اللي هتخلي كل اللي ياكل منه يسالكم على طريقته، وانا سميته الرز البغبغاني. بالمناسبه في تعليق جاني اتبسطت بيه من لومه كانت صايمه وجربت الوصفه وعجبتها. اكتر تعليق هيعجبني هشاركه معاكم. خلينا متفقين في البدايه ان نص جمال الرز في نوع الرز نفسه، والنص التاني الطريقه اللي هقول لكم عليها دلوقتي. الرز الحلو في الشكل وفي الطعم بيبقى الرز الذهبي الهندي طويل الحبه، بيكون رفيع وطويل بالشكل ده. ممكن يبقى الفرق بسيط في السعر بس الفرق كبير في الشكل وفي الطعم. لو حابين اقول لكم على انواع معينه تجيبوها اكتبوا لي تحت في التعليقات. دول 4 كوبايات من الرز البسمتي الهندي طويل الحبه. هنغسله وننقعه نص ساعه في ميه فتره، وبعدين بنصفيه ونسيبه ربع ساعه في المصفى. مش عاوزين فيه ميه خالص عشان يطلع معانا مفلفل. هنسخن حله على النار وهنزل فيها 4 معالق صغيرين من السكر. لكل كوبايه رز معلقه صغيره من السكر، ومكعب من المرقه، ونص كوبايه ميه، ومعلقه صغيره من الملح، ومعلقه كبيره من الزبده، ومعلقتين كبار من الزيت. وما تقلقوش يا جماعه من السكر، هو بيحسن طعم الرز جدا وكمان مش بيبينوا ان هو مسكر. ممكن تجربوا كميه صغيره ولو عجبكم تقدروا تعملوه في العزومات. السكر اللي حطينا ده هنكرمله على نار هاديه لحد ما يسيح كله، مش لازم ياخد لون، المهم انه يدوب. بعد كده هنزل عليه الزبده والزيت. لما الزبده والزيت يسخنوا اكون مجهزه جنبي ورق لورا وقرفه وحبهان وقرنفل وليمون مجفف. هنزلهم في الحله يتحمصوا شويه كده وريحتهم تطلع. بعد كده هنزل عليهم الرز البسمتي اللي غسلته ونقعته وصفيته كويس من الميه، وفي الوقت ده بكون عليه النار وهقلبه في باقي المكونات عشان لو في اي اثر من الميه. بعد كده بنزل عليه الميه السخنه. انا استخدمت 4 كوبايات رز يبقى هننزل عليهم 6 كوبايات من الميه. ومعايا 4 مكعبات من مرقه الدجاج، ولازم افركهم كويس جدا. لو في قطعه جت سليمه في بق حد هتخلي جسمه يقشعر، ولو انتم من الناس اللي مش بتحب مرقه الدجاج فاستغنوا عنها وبدلوها بملح. واختياري بقى هنحط جزر وزبيب. كان عندي لونين من الزبيب فحطيتهم. ولو مش هتحطوا زبيب فبدل معلقه صغيره من السكر لكل كوبايه هتحطوا معلقه كبيره من السكر. واخر حاجه هضيفها معلقتين كبار ملح. ولو مش هتحطوا مرقه دجاج فهتزودوا الملح. استنوا لما الملح يدوب، بعد كده دوقوه شوفوا محتاج ملح تاني ولا لا. قلبتهم مع بعض وبغطيهم وهسيبهم على نار عاليه لحد ما الرز يتشرب. ولما الرز يتشرب هنوطي عليه النار وهنسيبه لحد ما يستوي، بس مش هسيبه يتشرب قوي، هنسيب فيه نسبه ميه عشان الرز ما يتحرقش من تحت. ولما بيستوي خالص بشيله من على النار. لو عاوزينه بقى رز بغبغاني يعني يكون لون ولون فهنحتاج اللون طعم برتقاني واحمر، وده لون غذائي مصرح بيه واحنا بنستخدم منه نسبه صغيره فما فيهوش اي ضرر. هاخد منه ربع معلقه صغيره، هدوبهم كويس في ربع كوبايه ميه وهبدا اوزعهم كده على الحله زي ما انتم شايفين كده. واللون الاحمر نفس الكلام، ربع معلقه صغيره هدوبهم في ربع كوبايه ميه ونوزعهم في الحله. المكان اللي ما حطيتش فيه لون برتقاني هنحط فيه اللون الاحمر. مش هقلبه دلوقتي، هغطي الحله واسيبه يهدى شويه يعني مثلا تلت ساعه ولا حاجه. بعدين هبدا اشيل التوابل السليمه عشان الولاد اللي بيتقمصوا لما بيجي في بقهم توابل، وطبعا واحنا بنشيل التوابل فبنقلبهم كده فالالوان بتتوزع معانا ويبقى الرز بغبغاني. لو فضلتوا تقلبوا كتير الالوان هتسيح على بعض ومش تبقى لون ولون. لو هتغرفوه في صواني ومعاه مثلا كفته وفراخ فهنحط طبق ونحط فيه قطعتين فحم مولعين وهنحط عليهم سمنه سايحه وبغطيهم ياخدوا بس ريحه الشوي من الفحم. لو هتعملوا الرز البسمتي كطبق جانبي فهتحط الفحم في طبق جوه الحله وعليه السمنه السايحه، وهنغطي الحله لحد ما الفحم يبطل يطلع دخان. اللي خلاني انزل لكم الطريقه دي ان كذا حد ضايقه كنت عاملاه في عزومات وسالني على طريقته، فنزلت لكم الفيديو بقلب جامد وان شاء الله هتجربوه هيعجبكم.